هناك كلام عام: المغرب العربي قلبه شيعي حسب ما يقولون، ولكن فقهه غير شيعي. عندهم محبة لأهل البيت، أنسابهم كثير منهم من العلماء، عندهم من الحاكمين، من الملوك ينتسبون إلى أهل البيت عليهم السلام. نسبهم ينتهي إلى الإمام الحسن عن طريق هذا إدريس ابن عبد الله. الإمام الصادق عليه السلام تزوج امرأة مغربية بربرية، حميدة بنت صاعد البربري. البربر قبائل كبيرة جدا يعبرون عن أنفسهم بالأمازيغ، شمال المغرب العربي، تاريخيا يعرفون بالبربر. الإمام عليه السلام تزوج حميدة المصفات، لها مدح كبير جدا في كلام من الإمام الباقر عليه السلام عنها. ذاك الوقت حوالي عمره 20 سنة الإمام الصادق، فيقول للإمام الباقر واحد من أصحابه: لما لا تزوج جعفر؟ قال: قريبا يأتي رجل ومعه جارية ونزوجه إياها. ثم أخذ يتحدث عنها. روايات مثلا في الكافي وغيره، إمام عليه السلام يقول: حميدة محمودة في الدنيا وفي الآخرة. الإمام الصادق بعد أن تزوجها يقول: حميدة أو حميدة مصفاة من الأدناس كسبيكة الذهب، وما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلي رامة من الله تعالى وللحجة من بعدي، يعني الإمام الكاظم سلام الله عليه، وهي أم الإمام الكاظم. بعض الباحثين يلفت النظر إلى هذا المعنى: هذه المرأة لم تنبت هكذا فجأة واحدة لكي تكون مصفاة من الأدناس، عارفة بحق أهل البيت. يفترض أن يكون هناك جو، بل في روايات تقول: وكان الإمام الصادق يحيل إليها النساء لكي تفتيهن في أمور الدين. فيفترض بعض الباحثين أن هذه جاءت من بيئة تستحق أن تكون زوجة للإمام الصادق وأما للإمام الكاظم، ثم هي أيضا عندها جارية زوجتها الإمام الكاظم، وهي تكتم أم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. بها الإمام الصادق عليه السلام أرسل 2 من دعاته، هناك استقروا في بلاد المغرب واختلطوا بالقبائل هذه وبنوا مسجدا، وأصبحوا يجلسون للناس لكي يعلموا القرآن والفقه وسيرة نبينا محمد. الإمام الصادق عليه السلام قال لهما: إنكما تأتيان أرضا بكرا فابذرا فيها البذر حتى يأتي من يقطف الثمر. وبالفعل هؤلاء ذهبوا واستقروا هناك. لذلك لما ذهب إدريس ابن عبد الله ابن الحسن في حوالي سنة 169 هجرية وبنى دولة الأدارسة هناك، كان قد ذهب إلى أرض مهيئة. المنطقة كانت منطقة محبة لأهل البيت إلى هذه الأيام.